السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف دايرين مع سيدنا رمضان؟ ياك لاباس عليكم؟ سمحوا لي على الغياب ديالي هاد الايامات، مساليش، كنت مشطونه مع ولدي دوز الباك، الله يكمل عليه والدعاء معاه حتى نتوما. اليوم الدرس ديال اليوم غنوريكم كيفاش تفصلوا بيجامه طويله وبيجامه صغيره والسروال ديالها منتوب فيه 4 متر. تتعرفوا بعد التواب تيكونوا فيهم 4 متر. هادو اللي تلاحظوا امامكم، هادو انا غنوريكم كيفاش تخرجوا 3 البياسات من توب واحد، ونوريكم كيفاش تستعملوا هذه وكيفاش كما تلاحظوا هنا دايره لاستيك. راه غتمشوا للدرس الثاني غتلقاوني مطبقه لكم كيفاش تخدموا لاستيك في الكول. بسم الله على بركه الله. مثلا هذا هو الثوب، عندي فيه كما قلت عندي فيه 4 متر وعندي فيه متر ونص. بغيت نخرج منه البيجامه اللي الطول ديالها متر و26 والعرض الإيفازي عندها لتحت 80. كاينين جوج طرق باش نفصلوا في الثوب باش يكفينا. غناخد من هنايا دابا الثوب ها هو هكا الطول، انا غناخدو من العرض لان عنده الزواقه بحال وما تيتيري ما والو، الثوب زوين. غنطوي القياس اللي عندك نتيا، غادي تطويه هكا على جوج. مثلا انا عندي 70 متر و40، غنشد هكا غنحيد متر و40 هذه غتجي بيجامه طويله. غادي نحيدها نقطعها في الثوب، نقطع مثلا هذه هي البيجامه ديالي اللي غادي نفصل طويله. انا طويت هنا الثوب، عندي هنا فيه متر و40، عندي هنا 70 وهنا 70، هو طويته على جوج. غنعاود نطوي على 4 بحال هكا. هذا هو الثوب. غندير الكتاف ديالي، غندير تقويره المونش، وغندير الكول داير ولا في. انا درتو هذا داير، وغناخد ايفازي ديالي بحال هكا، وغناخد الطول اللي بغيت، ومن التحت غناخد المونش بحال هكا المونش. صافي هي عطاتني بيجامه طويله، هي هذه. انا غنوريها لكم مباشره كيف درت ليها، ونعطيكم القياسات ديالها. هادو تيجيو زوينين هكا في الدار، تصاوبيها بهذا الشهر المبارك. هذه عندنا في الكتاف، نعطيكم القياسات ديالها. شي وحده لها القياسات ديالها بحال هكا. بالنسبه للمبتدئات عندنا في الكتاف 40. عندي بالنسبه للكول هذه اللي بغيت نوريكم، دايره فيه هنا لاستيك. هنايا كما تلاحظوا هنا فيه 16، انايا فاش فصلته دايره فيه 24 ولا ديري 18 على حساب الثوق اللي بغيتي نتيا. تتهبطي هنايا ب 12. هذا هو الكول، تهبطي ب 12، تديري هنا 20. فاش تجمعيه بلاستيك، لاستيك يكون فيه من 10 سنتيم حتى 12 باش تجمعيه هنا، باش يجيك هذيك الكشكاشه بحال هكا تجيك. هنا ايفازي ديالها
24. فالصدر راه الصدر 26 باش تفهموا مزيان. نديرها لكم هاك. هنا تيكون 26، يعني الصدر الضوفة الأمامية تتكون زايدة شوية في العرض على الظهر باش يعطينا هذيك الكشكشه. في الإيفازي تدخلي هنايا ها هو عريض، وفي الإيفازي ديالي ها هي قد لا من جهة الصدر لا من جهة البطن لا من التحت. وراه غنلوحها لكم في الفيسبوك كاملين. وبالنسبه باش نزينها هنايا هادي غنقول لكم حتى التزيين ديال هادي بحال هكا عقيقات بحال هكا تيجو تجي سامبل وزوينه. بالنسبه للمونش انا درتها ميني مونش ولا درتو 3 كار. هذا المونش فايت هنايا جاي هكا يجي. بالنسبه للبيجامه الثانيه اللي غنوريكم على حساب الثوب اللي قلت لكم فيه 4 متر ونص ولا 4 متر و20، غير باش ما تضيعوش الثوب انا غنوريكم واحد التقنيه. دابا هذا الثوب هو محلوله من هنايا شاطليه هذا الطرف، وهنايا ممكن تلاقيو ثوب مع ثوب باش تكملوا الطول. مثلا غادي فيها 80 باش نكملها انا زدت فيها ثوب اخر بحال هكا ثوب اخر وفصلت الكول في واستعملت هذا الشيء. راه تيتباع وريتكم داك النهار كيفاش تصاوبوه بحال هكايا. ها هي وهذه قطعت منها وعملتها هنا ونعاود ندير. وبالنسبه للمونش حتى هو الثوب ما كانش كافيني نيشان. نوريكم هاد التقنيات يفيدوكم. لقيت ثوب من هنا بحال درت خريط من هنا ومن هنا ماشي، ومن هنا ما كايناش الخياطه باش تجي زوينه. واخا غادي تزيدي الثوب ولكن بطريقه فنيه بحال هكا. شتي زدتها غير من الجناب وغنجي حتى هي حتى لهنايا. غادي ندير بحال هكا جوج. انا تنوريكم هاد الطريقه تنفعكم وتفيدكم. نتمنى تدعوا معايا وتبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم باش تعم فائده على الجميع بحال هكا. شتي نقدر نستعملها غنخيطها من هنا ونستعملها فراشه صغيره. وخرجت هاد الثوب كله وخرجت منه سروال. ها هو السروال الطول ديالو انا نعبرو امامكم باش تعرفوا ان الثوب 4 متر و20. شوف شحال خرجت منها. بحال هذا فيه على ما اظن فيه متر و5 فيه متر وجوج. سروال يعني خرج ليا سروال فضفاض زوين بالشكل ديالو. طريقه البصاله ديال السروال كما حابه نكمل لكم. هذه قلنا خرجت منها. هذا هو الثوب خرجت منه اللبسه الكبيره. هنا شديت الثوب طويت هكا على جوج وخرجت منه السروال كما تلاحظوا بحال هكا. خرج طويت الثوب بحال هكا طويته بحال هكا. خرجت السروال ديالي بحال هكا. دابا انا تنوريكم الشكل بحال السروال. انا غنعاود لكم نطراسي لكم. ديريها وصوبيها العرض اللي بغيتي. بحال مثلا انا هنا في العرض نعطيكم القياسات ديالو. الطول فيه متر
هنا في على حساب الطي ديالك، انا هنا دايره فيه 70، يعني النص ديالها هي 35. العرض ديال الجهه وحده ديال الامام 70، لا مواتي ديالها 35. هنا هبطت ب35، وهنا غادا وهنايا دايره 18 في العرض ديال السروال تحت. وهذه هي اللي خرجت منها، هذه اللي تتشوفوا امامكم، هاد الصغيره راه تلقاو الصور ديالهم في الفيسبوك ان شاء الله فاش غنكملهم. طويت الثوب على جوج، والطروفه اللي شاطوا ليا بعدتوها بشاطوا ليا صغار هما اللي كملت بهم الظهر وصوت بهم المونش. هو هذاك الثوب اللي تيشيط من هنا وتيشيط من هنا. نتمنى انني نكون فدتكم في هذا الشرح ديال اليوم، وريتكم بعض التقنيات في البصاله، غير شرحا امركم المبتدئات باش تعرفوا بعض الافكار كما قلت لكم. هذا الثوب نتمنى انكم توصلوا هذا الفيديو توصلوه ل 100 جيم وكتر، باش وتبارطاجيوه مع صحابكم باش تعمل فائده على الجميع. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الحمد لله وشكرا.